امر مهم جدا، امر النسويه. يعني ايه السترونج؟ ما حدش قالك ما تبقيش سترونج، والله ما حدش قالك تقبلي اهانه ولا حد يهينك ولا يقلل منك ولا تسمحي بمسح كرامتك، ما حدش قال ان ما يبقاش ليكي طموح او تبقي عامله. الاول كن لحوقا به، صلوا عليه عليه الصلاه والسلام، اطول كن يدا. كانت السيده زينب ليه كانت بتغزي، فكانت تتصدق بتلت وتصرف على المشروع بتلت والتلت الثاني تعيش بيه، وكانت اكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صدقات. فقال اول كن لحوقا به اطول كن يدا، فهم ما كانوش فاهمين يا حبايبي، فقعدت كل واحده تقيس مين ايديها اللي اطول، لكن اطول يد تقصد في العطاء. يعني مين سيده اعمال اللي نزل لها جبريل عليه السلام يبشرها بقصر من لؤلؤ مجوف في الجنه وهي فاضل دقايق وتقابل ربنا؟ طب ليه نزل يبشرها؟ ما كده كده هتشوف، عشان احنا نعرف. سيده اعمال كانت تجارتها تعادل تجاره رجاله قريش كلهم، السيده خديجه سيده اعمال. وتعمل ايه؟ محترمه. رفضوا في الحصار بتاع شعب ابي طالب، قالوا لها لا انت من اشراف، يعني ما قالت لهم مع زوجي، تطلع تجارتها وكانوا كله كان يتمنى بس. وايه؟ مؤمنه تقيه، والله لن يخزيك الله وزوجه جميله. وياتي سيدنا جبريل في ممات السيده في سكرات السيده خديجه، ايه اللي يحصل؟ يبشرها بقصر من لؤلؤ مجوف، عشان احنا نعرف لا ضير ابدا انك تبقي مسلمه مؤمنه قويه، والله ما بارك لك شخصيه، والله ما بارك لك حال مع الله وحفظه لكتاب الله ومتفوقه.